بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله كلمة صدق وإخلاص تنجي قائلها يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، رحمة المهداة ونعمة المسداة، البشير النذير والسراج المنير، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ونترضى على آل بيت النبي وعلى زوجاته، كما نترضى على الصحابة الكرام الذين تشرفوا بالجهاد معه رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم نعطف بعدهم بالتابعين الكبار والتابعين الصغار، وعلينا معهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. نلتقي كعادتنا في مسجد العتيق من كل أمسية اثنين على مائدة القرآن، وباسمكم جميعا في هذه الأمسية نرحب بفضيلة الشيخ زكريا إمام مسجد النور بأعالي الجزائر الوسطى بطاقارة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ، وأهلا بأبنائه الشباب الذين شرفوني بزيارة خاصة وقد سنوا سنة حميدة، حيث أنهم يزورون مشايخ بلدهم، وهذه التفاتة طيبة. وجزاك الله خير فضيلة الشيخ أن أبناءنا يحبوننا من ولايات أخرى ونسعد بزيارتهم. وقد رتب هذا اللقاء بعد اجتهاد من فضيلة الشيخ زكريا لمدة أسبوعين، ورتبه الأستاذ فؤاد برادعي مسؤول الأنشطة الإسلامية في ولاية البليدة تحت رعاية مديرية الشؤون الدينية والأوقاف للولاية. وبمثل هذه الأعمال المنظمة نستطيع أن نوجد جيلا يحترم مشايخه، ولهم مني جزيل الشكر والامتنان. وهذه أولا ذكرى غالية أعتز بها، شباب نجحوا في البكالوريا في الأهلية، شباب يعني فكروا مثل هذا التفكير، هذه إيجابية كبيرة. وقد زاروا قبل ذلك الأستاذ الهادي الحسني شفاه الله وبارك في عمره، وزاروا بعض المشايخ، والحمد لله اليوم هم تفكرونا وجاونا، فربي يحفظهم. ثم أنهم سيحضرون معنا درس التفسير، فبارك الله فيهم. طبعا قبل أن نواصل أيها الإخوة مع القصة الثالثة من قصص سورة مريم، أريد أن أعرج قليلا على الحدث المؤلم، الحدث المؤسف الذي حدث الجمعة الماضي. بداية كتبت التعزية من خلال الصفحة، ولكن ها أنا أعزي مباشرة كل من له فقيد
توفي في حادث سقوط الحافلة في واد مدينة الحراش. فعظم الله أجركم أيها الإخوة. لكل مجروح ولكل متألم ولكل مصاب شهد الله أننا تألمنا لآلامكم وبكينا تلك الليلة لبكائكم، ولكن إرادة الله وكل أمر يحدث ما تسقط من ورقة، مش من حافلة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها الله. فلهذا نكل هذا الأمر قضاء وقدر، هذه المؤمن هكذا. ثم بعد ذلك نعرج على الأسباب، فنقول أن المسؤولية إنما هي مسؤولية موزعة بين أطراف كثر. ونتأسف أننا في 2025 نتكلم على الحافلة المهترئة، والطريق أنا أعرفه، الطريق لا أكلمكم لأني لا أعرفه، الطريق أعرفه جيدا وأمر منه على الأقل 2 أو 3 في الأسبوع. هو زلج خطير جدا، ولكن للأسف أنا أسأل الله عز وجل أن ينتبه كل من له مسؤولية في هذا البلد على هذه الكارثة، أن ينتبه لنفسه. أولا وقفوهم إنه مسؤول، والله الذي لا إله غيره يا أخي المسؤول، مهما كان وزنك في البلد ستقف بين يدي الله، مهما كان عنوانك ومهما كان اسمك ومهما كان مركزك. هذه رسالة العالم للمسؤول في البلد. أذكرك بالله عز وجل، فاتقوا الله في الأمة، خافوا ربي في الشعب، خافوا ربي في الناس، خافوا ربي فيما استرعاكم فيه، فأنتم خدام للأمة. اللي يكون مسؤول لازم يفهم باللي راه خدام عند الشعب، ماشي الشعب خدام عنده. يا المسؤولين راكو خدامين عند الشعب، واللي ما يقومش بالشعب راه مسؤول أمام الله عز وجل أولا، ومسؤول قدام هذه الأمة. ثانيا ربي قال ولا تشمت بي الأعداء، عيب شمتوا بالجزائر. في 2025 مازال واد تاع قاذورات في وسط العاصمة في 2025. في 2025 مازال واد في مدينة اللي هي قلعة، والناس تشوف فينا. هذه رسالة واضحة باش الإنسان يبرأ الذمة تاعو قدام ربي. عنده هذه الحاجة مظلوم فيها، حضروا على الضعيف. لكن النهار اللي تصل الحاجة لازم الإنسان ينبه على المسؤول، لأن المسؤول إذا راه ظن باللي لما راه مسؤول لا يحاسب، هذه كارثة، هذه كارثة. إنما أنا أنتمي في خليفة اسمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول لو عثرت بغلة في العراق، وهو كان أمير وين؟ في المدينة،
وشده يهدر على العراق، يقول لو عثرت بغلة، اليوم أمة كاملة عثرت. إذا كان 18 توفوا، أنا نقول لك زوال مؤمن واحد، موت واحد، تروح الكعبة وما يروحش واحد. الكعبة اللي رانا نروحوا نحجوا لها، وهذا ماشي كلامي، هذا ماهوش كلامي. لازم دائما نأكدوا على أن الروح غالية، الروح غالية وعند ربي غالية كثير. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ولما يقول لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق، ويقول من أجل ذلك القرآن من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يا أخي القتل، يا أخي احنا نهار الجمعة قاع متنا من الحزن يا أخي، وعلاه اللي حزنوا غير العائلات من هذيك الضربة، وإحنا مش قادرين نشوفوهم في التلفزيون، ولا قادرين نشوفوهم في الفواصل، ولا قادرين نشوفوهم في الفيسبوك. أنا الذي أرجوه أخويا ما تتكررش هذه الأمور. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اللي يسوق واللي يبدل قطع الغيار واللي يشري واللي راه مسؤول على التجارة واللي راه مسؤول على الاقتصاد واللي راه مسؤول على الاستيراد واللي راه مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كاش في بلد آسيوي تسبب مسؤول في الكهرباء، تسبب في انقطاع الكهرباء نصف ساعة، أبقى منحاني نصف ساعة قدام البرلمان ولا ما حبش يرفد راسه حياء. لازم المسؤول شوية تكون وجهه شوية فيه شوية الحياء. أمة ماتت، ولهذا نحن نتألم لأي مواطن ولأي مواطنة. مش لازم أنا اللي تطيح بيا الحافلة أو أنت، لأن هذا هو الشعب مسكين. الشعب يركب في الحافلة، يركب في وسائل النقل هذه. ثم نتعلموا حاجة مهمة يا إخواننا، تعلموا حاجة مهمة. لما تكون مسؤول على أرواح الناس، لما تكون مسؤول على أرواح الناس لازم تعرف بأنك أمام امتحان عويص. ثالثا، رسالة لإخواننا اللي ظنوا باللي مخالفة القانون الوضعي ليس من مخالفة الشريعة. هذه نقولها لكم باش ما تقولوش هذا كلام يساعد الدولة. الدولة دولتك، والوطن وطنك، ورجل الأمن منك، والقانون هو القانون يا إخواني. مفهوم ولا لا؟ أنا هذا المرة في موقف من مواقف الدركي قال لي الشيخ، قال لي مازال نهار تخلص هذه. قلت له والله لم أنتبه لها، كثرة الأشغال. ما قلتش معليش، اليوم اللي بعده خذيتها 8 الصباح رحت عملت وش يسموها هذيك، ماشي التأمين، لا تاع تقنية السيارة، لعله فيها شيء أو كذا، مراقبة تقنية للسيارة. فهذه رسالة. إذا سيارتي فيها الفرامل تعبانة ولا فيها الضوء مش موجود وأتعمد سياقتها وركوبها،
هنا القتل يولي شبه العمد، تغلظ فيه الدية، ما تقولش قتلت واحد خطأ. بعدين لما الإنسان يديروا له الضوء الأحمر باش يتوقف، الضوء الأحمر يعني موافقة مقصد من مقاصد الشريعة وهو الحفاظ على النفس. فأنت إذا قطعت في الأحمر وما احترمتوش، أنا ما عندي خبر في حتى واحد، أنت قد كسرت قانون إلهي. ما هو حرمة النفس البشرية، لأنك عرضت نفسك ومن يركب معك إلى ماذا؟ إلى شبه القتل، قد يقتل، قد يصاب بإعاقة بسببك. مش معقول لما نجوا مارين على القطار، سكة القطار، ما نحترموش هذاك الموظف البسيط. راكم معايا؟ إذا كان الموظف البسيط اللي دايراته الدولة نتاعك باش ينزل الحاجز ويرفع الحاجز وانت ما تحترموش، ومن بعد تعمل كارثة تقتل الناس في القطار، لأن القطار لما يجي يلقى السيارة يقدر ينقلب القطار، يقدر يقتل حتى الناس اللي راهم الداخل. انتبهوا يا قوم، عيب في 2025 نجيبوا خشيبات وقريصات. الحافلة يجب أن تكون مؤمنة، هذه قريصة. خشيبة لازم العجلات يكونوا صحاح. 3 لازم أوراق السيارة، قريصة واحدة أخرى. ومن بعد العجينة لازم في الجسر ما تجريش بالعجينة. حنا فيه قال له هذاك الآخر، قال له هاك كبير وقال نورك طالع في السماء، وش نزيد نشرح لك أنا؟ ونختم هذه يا خالتي، أليس من العار أنه بلد كما ألمانيا أقوى دولة في المواصلات؟ ألمانيا شبكة المواصلات نتاعها في أوروبا رقم 1. وصلوا لدرجة من التقنية والنظام أنهم لم يحددوا السرعة. فهمتوها ولا ما فهمتوهاش؟ اجري عليه، لأن الأرض مليحة، طريق مليح، اجري إلى فيها 180 جري 180. احنا سيارة مكعكعة كايتك مكعكعة، تمشي 70 طاير بها في 120، قريب يطيروا البيبان، قريب يطير كلش. سجنة تجري، سجنة. اهبط حبس قبض بلاص، ولا تقتلوا انفسكم وتقتلوا اخوانكم، راك جريمة تمشي نتايا، كارثة متنقلة. واضح؟ ولهذا يا اخواننا لازم كما قلت، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والكلام هذا ما نقصدش به 1 أو 2، كلام عام. في هذه الحادثة والله غير من المفروض المحاسبة، مفروض والله غير محاسبة. 18 واحد في دقيقة يموتوا، هذه ما تمرش هكذاك يا وليدي، هذه ماشي طائرة سقطت، هذا الناس كانوا في الأرض يمشوا مساكن. فأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يلطف بنا. وأكرر التعزية لكل الذين كانوا في هذا الحادث، رحمهم الله جميعا. أيها الإخوة، نعود إلى ما كنا قد توقفنا عنده الأسبوع الماضي. سورة مريم عليه السلام، إذا قسمنا القصص سنذكر 4 قصص، ولكن إذا حاولنا أن ندمج القصص سنقول 2 قصتين، زكريا ويحيى. نقدر نقول زكريا ويحيى قصة واحدة، ونقدر نقول قصة زكريا وهو الأصلح باش نكونوا صراحة. سورة مريم ذكرت قصة زكريا الفصل الأول، ثم يحيى، ثم آل عمران زوجة اسمه، ثم مريم عفوا،
عليه السلام، ثم عيسى عليه السلام. ثم نجو الآن لأبو الأنبياء في الدعوة، إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. السؤال الذي أطرحه: في رأيكم لماذا يذكر إبراهيم بالذات؟ مليح الأسئلة هذه، دائما أقول استفزاز المخيال باش تبقى المعلومة تخلي الإنسان يستنير في فهم كتاب الله. لماذا يعرض في صفحات سورة مريم يعرض الحديث عن آل عمران، لا فامي دو عمران، ثم فجأة ينتقل إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام، زكريا ويحيى ومريم وعيسى، هذو فاميليا مع بعض، آل عمران. لكن هنا انتقل المشهد، القرآن يقول ملة أبيكم إبراهيم، وذوك تفهموا علاش راح نجيب لكم هذه. إن القرآن الكريم عندما عرض إلى قصة ميلاد عيسى وميلاد زكريا هو حديث، أو ميلاد يحيى، هو حديث لبني إسرائيل وحديث للنصارى، وقريش يهمها أن تأخذ الجزئية التي تهمها كثيرا، فربنا عز وجل يذكرهم بمن؟ بإبراهيم. ثانيا، إبراهيم لا تحترمه فقط قريش، وإنما الإنسانية جميعا تقف مشتركة في قضية إبراهيم. ملة أبيكم إبراهيم، فكأن الإنسان عموما في لو موند انتي، سواء يهود ولا نصارى ولا هذا المشركين تاع مكة في هذاك الزمن، تروح تكلموا عن إبراهيم تعني له حاجة كبيرة. علاش قلت هذا الكلام؟ حتى أربط بالواقع اليوم. لماذا أرادوا تحريك العالم من خلال إبراهيم؟ ويقرأ أبراهم وأبراهم وأبروهم وإبريهم، ذو كلها قراءات، إبريهم أبروهم أبراهم أبراهم وإبراهيم. وذكرت لكم معلومة المرة الفائدة، وش قلنا؟ قادر أحسنت، قلنا في 25 سورة ذكر فيها الخليل إبراهيم، 24 سورة مذكور بماذا؟ بالياء. سورة البقرة لم يكتب بالياء، وقلنا مذكور 15 مرة في البقرة فقط، هكذا واضح؟ انتبهوا. وقلنا معلومة أخرى وعدتكم باش نراجعوها، قلنا بأن القرآن حين عرض لإبراهيم ذكر مرة واحدة في الأنعام وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، ثم 8 مرات إلى سورة الممتحنة لم يذكر آزر. ما هو السر؟ السر أن الله عز وجل أراد أن يبين إشكالية يقع فيها الناس، وهي بين بأن جزئية آزر لا تعني والد إبراهيم. هكذا الشيخ، هذه قناعتك. إبراهيم عندما تأتي أنت لتقول مثلا نادي على زكريا، مثلا تقول لابنه نادي على والدك، عيط لباباك، ما تقولوش باباك زكريا، تقول له نادي لباباك فقط. أما إذا أضفت صفة أخرى أو اسما معنى ذلك تخصيصه حتى لا يلتبس مع الوالد، وراح نرجع للأب والوالد، أنا مهمة عندي هذه، واضح؟ فذكر القرآن بصريح العبارة وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، جد أو عمه هذاك ما يهمش، لكن ليس والده. وذكرنا دليلا في غاية القوة حين فرقنا بين ذكر القرآن للأبوة وللولادة.
ففي الأبوة قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، ما قالش لوالده، ما قالش لوالده، قال لأبيه، الأب البيولوجي. اليوم نشرح أكثر. الأب البيولوجي يختلف على الأب الغير بيولوجي. أنا نقول هؤلاء أبنائي، الكل يعلم أنه ما همش ولادي، واضح؟ بل أوضح لكم شيئا خطيرا اليوم أكثر من هذا، باش تعرفوا بلي الألفاظ القرآنية يجب أن تفهم فهما دقيقا. ما تاخذش المصحف تقراها وتروح بسرعة تستدل بها وراك مخطئ. من بينها الآية اللي يستدل بها كثير من الناس: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. ما هو المقصود هنا؟ واش رايكم؟ أنا سمعت الناس واش يقولوا بلي هم قالوا بلي احنا أولاد ربي، صح؟ ما قالوش هكذا. ابحثوا عنها في تفسير أهل العلم، تفسير تاعنا. لم يقل أحد من العلماء بأن المقصود أنهم قصدوا أنهم الأبناء البيولوجيين هنا. لكن عندما جاءت سورة مريم كما سنرى وقالوا اتخذ الرحمن، علاش ما قالش وقالوا اتخذ الرحمن ابنا؟ وقالوا اتخذ الرحمن هنا قال ولدا، صح؟ انتظر الفرق. علاش هنا في الجواب في الآيتين يختلف؟ الآية الأولى تاع المائدة: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. شوف الجواب، ما فيهش كما نقولوا احنا شدة، ما فيش شدة. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهم. قال أهل العلم: إنما قصدوا حنية الأب ولطف الأب ومكانتهم عند الأب، فكأنهم ماذا؟ قالوا نحن ربنا حنين علينا كما الأب، فاحنا عندنا ميزة. فقصدوا بالآباء ماذا هنا؟ أبناء، مش ولاده. لكن لما جاء في سورة مريم وأراد أن يبين بأنهم والعياذ بالله ادعوا لله الولد، واش قالوا؟ قالت النصارى المسيح ابن الله، ولا لا؟ هنا اختلف الأمر. جاب بلفظ الولد، واش قال؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. شوف الجواب: لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. علاه؟ لأن القضية هنا قصدوا الابن البيولوجي، عيسى ابن الله وليده. لاحظتوا الفرق هنا؟ تجي في سورة يوسف وذكرناها: ورفع أبويه على العرش، ما قالش ورفع والديه، فقد ضم خالته إلى ماذا؟ إلى نسبة الأم تكريما، وهو بلا خلاف أنه مش أمه، أمه توفت في نفاسها بماذا؟ بأخيه بنيامين. لكن الغريب عندما جاء في سورة إبراهيم في آخر السورة: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. هذا سيدنا إبراهيم.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. شوف ايش قال، ربنا اغفر لي ولوالدي، ما قالش ولأبوي، ولوالدي اللي ولدوه. صح، وقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. شفت القرآن، ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولهذا هناك مسألة قد يأتي وقتها وأطرحها بكل أريحية، قضية والدين النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ وأتكلم بالأدلة. هناك فريق يجيب أدلة على أنه ما ماتوش مؤمنين وكذا وكذا، ولكن هناك أدلة أيضا قوية جدا ترد عليهم. على الأقل كما قال الشيخ الأمين الشنقيطي، هم أهل فترة. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهم ماتوا قبل الإسلام، قبل. واضح؟ هذه مسألة أخرى سنعود إليها. طيب، فسرنا المرة الفائتة واذكر في الكتاب. ما هو الكتاب المقصود؟ هذا. إخواني، علاش أنا كل كلمة نحب نشرحها؟ بعض الشباب ربما لو نسأله الآن لما نقول له واذكر في الكتاب ألف لام استغراق، الكتاب وشنو؟ هذا. صح ولا لا؟ راك معايا؟ صح. لكن لاحظوا يا إخواني، ليس كل لفظة الكتاب المقصود بها القرآن. شوف القرآن الكريم كل ما تزيد تقرأه كل ما تنتبه باللي كنت فهم سطحي سريع. وأعطيك دليل. عندما يقول الله سبحانه وتعالى في شأن عيسى عليه السلام ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ما هو الكتاب الذي يعلمه؟ أنا قرأت تفاسير، بعض العلماء قالوا يعلمه الكتاب، مستحيل راح تقول لي القرآن، لأنه عيسى قبل، وعيسى كاين التوراة وكاين الإنجيل مستخلص من التوراة، لكن ما هو الموجود فيه؟ هو التسهيل على التوراة، فالتوراة أكثر تشددا كما ذكرت لكم، ثم جاء القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب. وعلاش ما قالش من الكتابين؟ لأن الأصل الكتاب التوراة، ولكن الأصل في كلمة الكتاب هو كل ما أنزل الله. فهمتوها الآن؟ قد يأتي الكتاب بألف لام الاستغراق يفيد ماذا؟ كل الكتب جمعت في كلمة الكتاب عند القرطبي وغيره. بعض الأقوال قال والله المقصود بالكتاب الزبور، بعيد هذا الرأي، بعيد، اللي هو الكتاب. معليش نقولوا الزبور. جاء رأي آخر بعيد، قالوا الكتاب أن يعلم عيسى الكتابة. قالوا فإن عيسى مكن من 19 الخط، يعني 9 على 10 امتاز عيسى في الخط، ما كانش اللي يكتب كما هو، فقالوا الكتاب هنا الكتابة. طبعا المعنى بعيد ولا لا؟ إذا ماذا نفهم أيها الإخوة؟ نفهم باللي لفظ الكتاب أحيانا في القرآن دقيق يا إخواننا، دقيق جدا في العبارات. شوفوا يا إخواني، نعطيكم واحد الالتفاتة في سورة الإسراء. سورة ماذا؟ الإسراء. انتبهوا، سورة الإسراء لما نبدأوها في البداية باش تشوفوا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه ماذا؟ اختلافا كثيرا. شوفوا يا إخواني، سورة الإسراء في الصفحة الأولى،
القرآن يتكلم وآتينا موسى الكتاب، صح؟ أنت لما راك تقرأ في سورة الإسراء بتقول وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. أنت بداهة تفهم ماذا؟ بأن الكتاب توراة، خلاص. في البقرة قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، وذلك اسم إشارة كما ذكرنا في درس سابق للبعيد. فهل القرآن بعيد أم قريب؟ نقول القرآن هنا بعد شرف مكانة وليس بعد عن قلب مؤمن. هذا الشيخ زكريا. إذن ذلك إشارة إلى رفعة القرآن. إنا أنزلنا إليك الذكر، الإنزال من علو، فاستعمل ذلك اسم إشارة للبعيد لبعد مكانته وفضله وشرف مكانته. لكن انتبهوا في سورة الإسراء روعة القرآن. كي نقول لك روعة القرآن حتى ما يختلطش عليك الأمر وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى. انت الحديث هنا كامل على التوراة. أول ما تدور الصفحة تبع، أول ما تدور الصفحة، أنا دورت الصفحة واش نلقى؟ نلقى مباشرة إن هذا القرآن. علاش ما قالش ذلك القرآن هنا؟ لأن الذي قال هو الله سبحانه وتعالى، فحتى لا يختلط عليك الأمر. أنت كنت تقرأ الكتاب بأنه ماذا؟ التوراة. جاء بهذا ليقرب إليك القرآن. قال لك إن هذا القرآن ماشي اللي كان يحكي عليه التوراة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا ما قالش ذلك الكتاب، وما خلاكش تواصل في نفس السياق باللي راه يحكي على التوراة. إذن هذا وذلك وكذا حتى ننتبهوا. فقلت أيها الإخوة أنه مهم جدا لما نعرفوا، واضح، لما نعرفوا الاختلافات، واضح. واذكر في الكتاب إبراهيم. طيب معذرة دقيقة فقط. بمعنى يا رسول الله ذكر قومك بما ذكر في الكتاب، واضح. إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه. عندنا واحد النداءات راح نعيشوا معاهم اليوم. نداءات إبراهيم مع والده. أول حاجة راح نقولها لولادنا راح تشوفوا الأدب تاع النبي مع باباه، واضح. واش معنى مع باباه هنا؟ إذا قلنا عمه، إذا قلنا جده، أو من قال والده، المهم راح تشوفوا الأدب ولا لا؟ راح تشوفوا الأدب. احنا الواحد كي يحكي مع عمه، العم أب، الخال أب، الجد أب. يقولوا في الرحابية الأب والجد وإن عالى، واضح. انت كي تكون مع جدك هذاك باباك هو الأصل. سيدنا إبراهيم إن إبراهيم كان أمة. ماشي عنده زوج حروف برك يا جماعة، ماشي يعرف غير زوج حروف يا ولادي، ماشي يعرف غير زوج حروف ولا داير روحه ويعرف خير من باباه وخير من يماه وخير من الدنيا كاع. هذا سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي قال فيه ربي إن إبراهيم كان أمة. يقول أهل العلم لماذا كان أمة؟ قال اجتمعت فيه خصال الأنبياء جميعا، واضح. ملة أبيكم إبراهيم. وقال ربي سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام قال له أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. سيدنا محمد يقول له ربي أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. يقول له يا أبتي. هذه اللفظة وش تفكركم خوتي؟ يا أبتي فاش تفكركم؟ تفكركم في إسماعيل،
صح؟ أنا لازم نستفاد حاجة. سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال له يا ربي راني حاب الولد، صح؟ لا فبشرناه بغلام حليم. لما هو كان يقول لباباه يا أبتي، رغم أنه ما كانش على الدين تاعو، جا وليدو قال له يا أبتي، صح ولا لا؟ ناداله بنفس النداء، قال له يا أبتي. الفايدة الأولى، إلا حبينا أولادنا يكونوا ملاح معانا، احنا كيفاش مع والدينا، كيفاش راهم شايفيننا مع والدينا احنا اللي ما زالوا، احنا توفاوا الله يرحمهم، اللي ما زالوا له. هيا نسألوا أسئلة، هيا نسألوا الأسئلة، كيفاش رانا؟ مهم جدا. الرجل كان عنده أب، وهذاك الأب كبر كثير، فضاق به ولا ما يتحملوش في داره. وهاك تعرف ثاني في الدار كاين اللي صاحبة الأفكار اللي يزيد الضيق ذر عن باباك إلا من رحم ربي. كاين النساء المؤمنات اللي تحب شيخها وتحافظ عليه، وكاين اللي ما تتحملوش، طبائع الناس. فكان هذا الولد هذا وهو خدام وصحيح وعنده المال يشد باباه ويضربه ويخشنها معاه ويخرجوا لبرا، خرجوا لبرا. كبر هذا الولد هذا، كبر عنده ولاد، كبر. هذاك اللي كان يضرب باباه ويديه لدار العجزة ويخليه، كبر. راح الزمان حتى كبر هو ثاني وانحنى ظهره، وهو يا شريدالة ولا غير بابا اللي يكبر وانا واش. والله العظيم غير عبارة عن دالات يا خوتي، ماشي ضالات، دالات بالتخفيف، أدوار. وعلمت بأني كما قال سيدنا الشافعي حيثما سال القوم سائل. أنا نقول لك اليوم لحيتك راهي كحل الله يبارك، غدوة تشتعل فيها الشيب تستغرب منين جاتك. فإذا به يجي البابا هذاك ولا أب كبير دوك، جا ليه وليدو. فلما جا ليه وليدو باش يشدو مليح، قال له يا وليدي تعيش، قال له دير فيا واش تحب، ما تخرجنيش لبرا برك. الولد استغرب، قال له بابا، قال له شكون قال لك باللي راح نخرجك لبرا؟ قال له على خاطش هكذا كنت ندير في جدك. فهمتوها؟ هو صح كان راح يخرجوا لبرا، صح ما خبروش. قال له يا وليدي ما تخرجنيش برا، معليش يعني زقيت عليا، خليني في الدار. قال له بابا شكون قال لك باللي راح نرفدك ونحطك برا؟ قال له على خاطش هكذا كنت ندير مع جدك. واضح؟ كما تدين تدان. احنا اليوم راح نتعلموا حاجة رائعة جدا. كنت أنا نقرأ وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. كنت نقرأها قراءة عادية إلى أن وقفت مرة مع الآية قلت سبحان الله، يعني هذا اللي والديه ماشي مؤمنين وربي أمر بالبر بينهم، وانت باباك مؤمن ويصلي وشيبة ذا شيبة في الإسلام وما تطيعوش ومتعبوا ومغلبوا ومعذبوا. بالمناسبة وقد توافقونني قد تختلفون،
ما رأيت أحدا اربح من عصاة الوالدين، وما رأيت أحدا ضاع من اللي طايع والديه. والله يا إخواني لو يجي وقت معين وندير لكم قصص حقيقية على الناس اللي دعوات والديهم شفتهم كيفاش خرجوا وكيفاش وفقوا وكيفاش وصلوا للموت ودعاء والديه، روح يا وليدي راك محفوظ دنيا وآخرة، روح يا وليدي راك محفوظ عن أيمانك وعن الشمائل، روح يا وليدي إن شاء الله ربي يوقف لك ولاد الحلال، روح يا وليدي إن شاء الله يجعل لك من كل ضيق مخرج. ومن بعد أنت ما تفهمش كاع منين يجيك المخرج. والدعاء الصادق تاع الوالدين، لأن الوالدين القلب نتاعهم مستحيل يدعوا بالشر عليك إلا إذا خرجتهم من الموضوع. فراح نتعلموا، تبعوني مليح، باللي الخطاب هذا الحنين من سيدنا إبراهيم مع باباه، إذ قال إبراهيم لأبيه، وش قال له؟ يا أبت، النداء الأول، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. في رأيكم يا إخواني وش من الدلالة اللي مدتها لنا الآية هذه؟ ما هو أعظم موضوع اللي لازم نحكو فيه في ديارنا؟ التوحيد ونبذ الشرك. لن نفلح أبدا إذا فيه ناس عندنا كل واحد وش راه يعبد، واحد يعبد الهوى تاعو، واحد يعبد الصنم، واحد يعبد الجاه، واحد يعبد المال. توحيد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لماذا أقول هذا الكلام؟ إن الشيء الذي فرق بين الصحابي وأمه والصحابي ووالده هي قضية التوحيد، ولا لا؟ راكم معايا؟ علاش نقرأ وإحنا قصة نوح؟ يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. علاش نهار اللي قال له إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين؟ علاش ما فيهاش مداهنة هنا؟ وش قال له ربي؟ قال له إنه ليس من أهلك، أي ليس من أهل التوحيد. هذا مشرك، هذا كافر، هذا ما يآمنش. قال له ولا تكن مع الكافرين، فكان أميرا للكافرين. فأول حاجة لازم يناقشوا فيها وش نعم؟ أول حاجة دليل بأن الترتيب تاع الآيات ترتيب رباني، بدأ بالأولوية الأولى، ما يبداش بالنوافل، تبداش بالحاجة البسيطة، ابدأ بالحاجة اللي نجتمعوا عليها لازم كامل. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد، وعلى يا بابا لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. شوفوا يا إخواني من روعة القرآن أنه دائما السمع يسبق البصر، دائما. فإن أول حاسة هي حاسة السمع. خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار، دائما السمع والأبصار. لكن ماذا نسمي هذا الأسلوب؟ ماذا بي تجاوبوني؟ قلت لكم في الخطبة ما تناقشوش، بصح في الدرس نحب الإخوة سورتو شبابنا نعاود باش تفهموني. أنا جاوبت على الأول، قلت لكم باللي الأولوية راه يحكي على التوحيد نبذ الشرك. لكن ماذا نسمي الأسلوب؟ لما واحد تقول له وعلاش راك تعبد في حاجة ما تسمع ما تشوف، هذا يسمى وش من الأسلوب هذا؟ ارفع صوت،
المنطق بارك الله فيه. إذا استثارة المنطق، استثارة المخيال والمنطق والعقل، واضح، واستخدام الحجة العقلية، صح ولا لا؟ نحن في حاجة حين نناظر مع الناس، هناك أناس لا يؤمن أصلا بالقرآن. إذن تحتاج لماذا؟ إلى العقل، إلى العقل. ولهذا كانت مدرسة الأحناف استعمال المنطق، القوة في الحجة، ولا لا؟ يعني الإنسان لما يبدأ يحكي مع إنسان لازم يحرك له الدماغ نتاعو يتحرك. ولا تستهين بهذه القضية فإنها مهمة جدا، مهمة جدا. سيدنا أبا ذر الغفاري أعلن الإسلام جهرا، القناعة هذه تاعو كما ذكرت لكم. لما رأى صنما كان يعبده وعليه قطرات بول الثعلب، عرف باللي هذا، قال أرب يبول الثعلبان برأسه. شوف المخ تحرك، هذا الإله اللي يبول فوق الثعلب هذا كيفه؟ أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. لو كان ربا كان يمنع نفسه فلا خير في رب نهته المصائب. برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. أليس كذلك؟ طيب، إذا استخدام الحجة العقلية. لا يسمع ولا يبصر، فطالما لا يسمع ولا يبصر، طالما لا يسمع ولا يبصر، إذن أكيد لا يغني عنك من الله شيئا. واحد تقول له أعطيني كوبا من الماء أنا ظمآن، وهو لا يسمع ولا يبصر، لا راه شايفك، ما راه سامعك. قال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. تبقى أنت تدعو في صنم كمن يدخل يده في الماء وينتظر الماء يطلع باش يشرب. كباسط كفه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. يا أخي خذ يدك باش تشرب، ماشي تحط يدك في الماء ويطلع الماء مع يدك، ما يطلعش. كذلك الذي يدعو كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. شوف ربي واش قال الدعاء، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. نفس الشيء، حاط لي يده في الماء ويستنى الماء يطلع ويشرب، يقعد 6 سنين تما إلا طلع أرواح قبل. العقل. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أي لا يفيدك في شيء، لا يغني، لا يدفع عنك ضرر فيغنيك بالصحة، بالعافية، بالسلامة، ولا ينفعك بزيادة نفع من ماديات أو نحو ذلك. الدعاء الثاني أو النداء الثاني يا أبت. انظروا إلى روعة هذه الآية. يا أبت يأتيك ما لم يأتك صراطا سويا. ماذا نلمس في هذه الآية اللطيفة الأدبية هنا؟ وشنها؟ اجتهدوا إن شاء الله نتعلموا كفاه. إذن ما فيش كلام لا تستطيع أن تناظر إلا إذا كان عندك العلم. أكون معايا في هذه صح؟ إذن تكون كفء وعندك رصيد. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا. ما يهمش صاحب الحجة الباطلة يلقي حباله، بالعكس صاحب الحق ما يتقلقش. لماذا؟ ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه. لا لكن لاحظوا الالتفات ما أعظمها. لم يقل له يا جاهل. الكبير دايما كي تكون تحكي معاه رد بالك تقول له انت ما تعرف والو.
اصلا انت لما تحب تعلمه ويكون كبير عليك يقول لك جيت البارح برك تعرف خير مني. بدا يصلي جاء في الصف الاول وقال جيت من عام الاول. تعرفوها؟ قال له صلى وجاء في الصف الاول وقال جيت من عام الاول. يقول لك البارح برك انت جاي تعلمني. القط يعلم بوه النط، هكذا يقولوا. زيد سجلها وديروا لي مشاكل، سجلوها هيك الشيخ. دوك محاضره قاعد تروح يسجلوا غير القط يقول بابا النط. هكذا شوف الشيخ هذا. كاين ناس محرمين علينا نضحكوا مع خاوتنا، وان كان انا خلاص داروا لي الفاكس هذوك تالموا شبعت سب عادي، سبوا على ارواحهم. نضحك مع خاوتي ونقصر المهم الفايده ولا لا. واللي ما فكرش التبن ما يخاف من النار. والبشر هذو ما رانا نرضوا فيهم، هذو هم اللي لا يغنوا عنك شيئا. هذو وش يغني عليك؟ ما يغنيش. ابسط مع اخوك وقصر. ولكن سي عبد الله راه مزير الامور. عبد الله هذو كاع نحيهم. هذه نحوها هذه دردشه فقط. تبعوني مليح يا خالتي، تبعوني مليح. يا أبت إني قد جاءني من العلم. من العلم يا الله. لاحظتوها؟ فهمتوا علاش راني نفصل لكم الآيات. سيدنا إبراهيم يقول جاءني من العلم، وانا نقول انا عالم، وفلان يقعد هكذا اسال ولا دليل لا والو. حرام حلال، حرام شويه، حرام بزاف، تروح للنار. خير ان شاء الله. شكون؟ اقسم لكم بالله غير كارثه، رانا في كارثه. علماءنا الكبار تقراوا في كتبهم كلمة حرام يخافوا يقولوها. يقول هذا لا استحبه، لا أرى، القتل أجبن عنه. هكذا العلماء الكبار. حرام حرام حرام، حلال حلال حلال. كارثة. شوف أنا القرآن كيربيني ويربي خاوتي. سيدنا إبراهيم واش قال له؟ ما باباه اللي ماشي مؤمن. يا أباتي إني قد جاءني من العلم. أنت منيش نقول لك ما عندك، صح، قد جاءني من العلم. ما معناه؟ ممتاز جدا أن تحسس من معك بأنه عنده معلومة، ولكن تقول له والله يا أخي سامحني، أنت هذا الحديث قرأت رد بعض العلماء عليه، يقول لك والله أنا عارف باللي الحديث صحيح وكذا، لكن أنت تدرك باللي هذا الحديث تكلم فيه، فأنت لم تنهيه نهائيا. أما لا جيت لي قلت له أنت واش تعرف في الحديث باش راك تحكي في الأحاديث، أو أنت واش تعرف في التفسير باش راك تحكي في التفسير، ما يضايقش. ولهذا يا إخواني من بين الأمور اللي تعلمناها في التفكير الإبداعي، التفكير الإبداعي، قال لك لما تكون جالس مع ناس خاصة إخواننا المسؤولين في الإدارات، قال لك ثم تطرح إشكالية معينة في مصنع، في مزرعة، في كذا، قال لك فإذا بك تطلب حلولا لمشكلة من المشاكل في المدرسة، في المسجد، فإذا به أحدهم يقول لك والله غير عندي رأي، فيعطي رأيه، لكن الرأي هذاك شوف بعيد 100 كيلومتر عن الكلام اللي كنت فيه. قال لك من الأدب أن لا تحرقه حرقا. احنا الجزائري واش يقول له؟ دوك هذا رأي هذا، دوك نكسر الطابلة أنا هذا رأي هذا كلام عاقل يقولوا. الآخر مسكين يبدا يقصر 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 يعشم، ما يزيدش يجي على هذاك المكان، صح ولا لا؟ لكن كاين رأي آخر واش يقول؟ تقول له والله غير رأيك في الحقيقة، شوف الأدب، فيه وجهة نظر حتى ولا خلص 0 في 20، طلع له شوية الموران وما بدوش تقول له ولكن
حبينا مثلا نديروا مقصوره ونكبروها، شيخ واش رايك نكسروا الحائط؟ والله غير رايك مليح، ولكن سنكون في الطريق والمساحه ضيقه والحائط متعلق بالصومعه. الاخر يفرح كي تعطي له معطيات جديده. سيدنا ابراهيم واش قال لباباه؟ ما قالوش انت ما تعرف والو، رغم انه هذا راه كافر. شوف الايه كيفاش قالت: يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك، والرسل كلهم يجيهم من العلم ما لم يأتي أحد، أليس كذلك؟ قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صح، فاتبعني وفق المعطيات اللي راهي عندي والعلم اللي راه عندي. انت سبقتني في الزمان يا بابا، هكذا يقول له انت زدت قبلي وسبقتني في الزمان، وخيرك ما ننساهلكش، ربيتني وكبرتني وكذا، لكن فيه معطيات انا بحكم النبوه نعرفها انت ما تعرفهمش. هذه اللهجه وش فيها خاوتي؟ فيها قمه التواضع. احنايا ما عندناش هذه، احنا عندنا الاكس الاحمر وعندنا الالغاء للشخص، رغم انه لو كان باش نلغو ابليس واش من الفايده فيه؟ كتب ابن القيم فوائد خلق ابليس. واحد قلت له ابن القيم لقى فوائد في ابليس، انت ما لقيت فيه حتى فايده. لا حول ولا قوه، ابليس ولقاو فيه الفوائد، اخوك ما لقيت فيه حتى فايده. ماهوش منهج هذا، سمحوا لي، ماهوش منهج، لا يقيم لا دين ولا دنيا. انا اليوم في المسجد ما شاء الله هو معمر، انا لا يهمني فكر فلان ولا فكر فلان، انا اتكلم في كتاب الله الذي يجمعنا. وعندي عقول الله يبارك، اساتذه كبار دكاتره كذا راه يسمع في كلام الله ويحس بمتعه كلام الله ونخرج منه الضرر. هذا ما كان، ما راناش نقولوا رانا، فهموني يا خوتي في هذه. فلهذا تواضع. إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، العلم بالله، العلم بالآخرة، العلم بأحكام الشرع. فهو ايش قصده سيدنا إبراهيم؟ العلم بالحاجة اللي تديك للجنة والحاجة اللي تديك للنار، العلم بالحاجة اللي تفيدك فما تروحش للنار. يقول البصري حسن البصري سيد البصرة فيما يذكر ابن كثير في تفسير سورة الروم في قوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وش يقول؟ يقول: وإن الرجل ليبلغ من تمرسه في الدنيا، حاجة تاع الدنيا، يقول: يضع الدرهم فلا ينظر فيه فيعرف من ملمسه إن كان ذهب أو فضة. ما شاء الله عليه. قال: ولكنه لا يعرف فرائض الوضوء. وهذه مش موجودة في الدنيا الآن، والله غير موجودة. تلقى إنسان يا ودي لولا يحكي لك على الدنيا كل حاجة يعرفها، أنت تقول له قل هو الله أحد الله الصمد، يبقى يشوف فيك كلمة. والعاديات ضبحا. واحد مرة والله العظيم حضر لنا درس هنا، العاديات من العدو، والمقصود بها في تفسيرين هكذا الشيخ: إما الإبل في الحج، وإما الخيل، والراجح الخيل. العواد يعني والله لا جاءني بعد الله قال لي: شيخ، قال لي راني حياتي كاع صلاتي ولا عمري فهمت باللي العاديات العواد. قال لي: مانيش عارف باللي الحصان مذكور في القرآن. فهمتني الحاج؟ معناها كيف نعبد الله ونقرأ قرآن لا نفهمه. قل أعوذ برب الفلق، والله ما عارف شنو الفلق. نؤذن العشاء ثم نكمل إن شاء الله.
يا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. فاتبعني أهدك صراطا سويا. أسألكم جميعا هنا، أسألكم، الهداية من عند الله أم من عند النبي؟ عند الله. طيب لماذا قال أهدك صراطا سويا؟ أحسنت. إذن أهدك أنا أكون سببا، قيادة، إرشاد، أستاذية، تعليم. انتبهوا، اللفظة القرآنية مهمة جدا. إنك لا تهدي من أحببت، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. لام نفي ولام توكيد، ما كاش تعارض. إنك لا تهدي لأنك لا تملك أن تشرح الصدر. فرعون زوجته دخلت في الإيمان، لوط هو مؤمن زوجته ما دخلتش، نوح وليده ما دخلش في الإيمان. ما يقدرش يفتح له قلبه ويدخل له الإيمان. علاه؟ مساحة محررة لله عز وجل. قال تعالى فمن يريد الله، شو فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. شرح الصدر طلبها موسى فقال رب اشرح لي صدري، ومن بها الله على رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فقال ألم نشرح لك صدرك. انتبهوا يا قوم، يا إخواني،
باش تعرفوا النعمة اللي راكم فيها. والله العظيم غير حاجة عظيمة لو كان نفقهوها ونفهموها مليح. واضح؟ أهديك أنا نكون سبب في هدايتك، أنا باتباعي إن شاء الله، لكن والله العظيم ما نقدر ندير لك والو. والدليل ما هداش. دليل شنو؟ ما هداش. سنرى في الآخر وش راح يقول له. نكملوا النداءين، كاين 4. يا أبتي لا تعبد الشيطان، لا تعبد الشيطان. الآية هذه نزلت في بداية الدعوة، واليوم رانا نسمعوا بعبدة الشيطان، رانا نسمعوا بعبدة حقيقيين. واضح؟ يجندون الناس لعبادة الشيطان. واضح؟ عندهم طقوسهم. لكن الآية هنا وش قصدت؟ قصدت أي أنكم إذا أطعتم الشيطان فتلك العبادة له. نعم، الإنسان عندما يطيع الشيطان، العبادة ما المقصود بالعبادة؟ العبادة هي الطاعة في الأمر بالشيء والطاعة في اجتناب النهي عن الشيء، أليس كذلك؟ وقال ابن تيمية في تعريفها: هي كل أمر قولا أو فعلا مما يرضي الله عز وجل. هو كل فعل أو قول يرضي الله عز وجل، يشترط فيه ماذا؟ الصواب والمشروعية، الإخلاص والمشروعية، الإخلاص والمشروعية وفق الكتاب والسنة. خلاص؟ ولهذا يا إخواني هذه الآية خطيرة جدا. لو كان نجوا القرآن وش نلقاو؟ شوفوا القرآن وش قال: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. يا إخواني أنا في تقديري المتواضع أمتنا ما هيش عارفة وش معنى الشيطان. سمحوا لي نعاود الجملة: أمتنا راهي تلعب مع الشيطان، هي تلعب، والحد الآن ما عرفتش بأن القضية خطيرة جدا جدا جدا، وبأن الشيطان والله الذي لا إله غيره غير أقسم بمن؟ بعزة الله. نعم، ولقد صدق. شوف لام والقاء مع الدال، تأكيد وتحقيق. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم سلطان. أنا ما نظنش باللي مثل هذه الآيات اللي رانا نقرأ فيها ومن بعد الإنسان يرخي روحه للشيطان، يجي يقول لك والله غير أنا الزوجة زعفتني وأنا زعفتها وضربتها وديتها لدارهم وراهي في عام في دارهم. كي كنت نقول لك باللي الشيطان واش كنت تدير انت؟ كي كنت نقول لك باللي الغضب من الشيطان واش كنت تدير؟ كنت تاخذ الدرس كأنه كي هذاك اللي يوصف له طبيب الدواء يروح يشريه ويحطه ويتفرج فيه. الله غير الشيخ عطانا واحد الدواء اليوم درس، واش نقول لك؟ ما كان لا تمدح الدرس حتى ويكون عيان، خذ منه فايدة واحدة عيش بها. كما يقول الأستاذ مصطفى محمود رحمه الله: ليس شرطا أن تحمل مصحفا ولكن أن تكون معك آية. ولا لا؟ مصيبة يا إخواني. القرآن يقول هاك وإحنا رايحين هاك. القرآن يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ويقول: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. الدنيا قاعد دايها للنار وإحنا نقولوا شيطان هكذا. لا شيطان إيه؟ شيطان إيه؟ شيطان راه مفسد عائلات ومفسد دول. خدام الشيطان ما هوش راقد. انت لما نقول لك باللي الشيطان
أغوى والدك آدم، كاش ما بقات لك جسرة. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا. وانت رايح هكذاك راه قد هو يلعب بك وتقول لي انا راني نسمع القران، راني نقرا القران، راني ندير البقره في الدار. كي دير السلكه كامل ما تسلككش اذا ما كنتش محزم وتجاهد في الشيطان بصنفيها. خاطش كاين انسان اللي يجاهد شيطان الجن داير البقره تدور في الدار، والانس واش دير له؟ البقره ثاني. انا لقيت لك بال60 كاع ونحيت لك الجن اللي راه قابضك في راسك، هذا الا عندك الجن. والجن تاع بوزوج كرعين واش ندير له؟ نقرا له السلكه ثاني. يقول لي اللي يجي يدير لك الدراهم ويدخلك في الربا ويدير معك الصفقات ويدير الرشوه، ويفسد الاقتصاد ويفسد الدراهم الفقراء ويدير. هذا ما لازملوش نقراو له. هذا راه شيطان متحرك باجنده بخدمه. ولهذا الايه قويه: يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا. ولاحظوا الرحمن، علاش الرحمن؟ علاش ما قالش ان الشيطان كان لله عصيا؟ مهم جدا تفهموا هذه الامور. لا يوجد كلمه في القران الا ولها مقصد. لماذا يا اخواني؟ لان سياق الصوره كله فيها الرحمه كما سنرى. ذكر رحمه ربك عبده زكريا ذكرت في حدود 13 الى 15 مره، بين 13 15 مره. الرحمه بمشتقاتها الرحمن والرحمه. بدات ذكر رحمه ربك وانتهت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي، شوف عظمة الآية هذه. الداعية إلى الله، يقول ابن القيم رحمه الله، يقول صاحب مفتاح دار السعادتين في إحدى كتبه، يقول إن الداعية إلى الله يجب عليه إشعار السامعين، تبعوني مليح، المدعوين بأنه يريد لهم السعادة في الدارين. لا في الدارين. ولهذا سيدنا إبراهيم تمثل هذا فقال: يا أبتي إني أخاف. أنا أسألكم سؤال: شحال من واحد راه خايف على أولاده اللي ما مشي يصلوا؟ شحال من واحد خايف على أولاده اللي ما مشي يصلوا؟ خايف على أهله. هذه مهمة جدا. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. نسأل سؤال ونختم ونواصله إن شاء الله الأسبوع الجاي إذا كان في العمر بقية. لماذا قال أن يمسك عذاب من الرحمن؟ يمسك عذاب من الرحمن. هنا أيضا في السياق ثانيا إن مجرد أن قال يمسك فاقتضت أنه رحمن، لأنه طالما يمسك. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. تخيل واحد 10 سنين ما يتحركش من الفراش، ما يقولوش يا ربي علاش مرضتني، أعوذ بالله، ما يقولوش علاش راني طايح وما نطش أبدا. واش يقول؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. زيد وأنت مش رحيم، أرحم الراحمين. فكان الدعاء فكان الجواب فاستجبنا. فاء التعقيب والسرعة. هنا أن يمسك عذاب من الرحمن، قلنا لأن السياق كله فيه ذكر الرحمة. فتكون للشيطان ماذا؟
وليا. ما معنى وليا؟ الولاية. إنه شوف ربي وش يقول: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. أما الواحد اللي هو بعيد عن الشياطين ما يجيك لا جن ولا يجيك شيطان ولا شيء. أنت احترز بالأفكار واحترز بتقوى الله وكن صنديد. عيش الإيمان حقيقي مع خاوتك. الشيطان من الواحد أقرب ومن الاثنين أبعد. فأسأل الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة أن يردنا لفهم ديننا فهما جميلا. وأعيد شكر إخواني وأبنائي الذين صبروا معي في درس الاثنين وجاءوا من العاصمة. شكر الله لكم هذا السعي وبارك الله فيكم، وإن شاء الله نشوفكم في مناسبة أخرى هكذا. وأهلا بكم في مسجد العتيق في قرواو، ثم صح في طاقارة ثم البحوري لا تزوقوش علينا، انتم مقابلين البحر، احنا مقابلين الطاسيل هنا. قرواو واش حب يتقابل في قرواو؟ مناطق الداخلية، الجزائر العميقة. مقابلين شيخ الزوني. دير الكوراج، دير الكوراج، طاقارة الهواء الوراسية. شيخ يحيى تفضل. الشيخ زكريا تصلي بنا العشاء ان شاء الله. جزاكم الله خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. جبد الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.